السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رسول الله، النهاردة اليوم المنتظر اللي بتنتظروه كلكم، يوم المشتريات أو الميزانية زي ما تحسبوها. طبعا أنا بقول حاجات وانتي بتبقي عايزة حاجات تانية، بس المهم ان احنا ممكن نستفاد من بعضنا. حتى لو انتي في دماغك حاجه وشفتي الفيديو ده لازم تقوليها لي في التعليقات علشان برضو انا اعمل زيك. تمام. مبدئيا احنا بنحب الجبنه القريش. لو انت حابه تجيبي علب اي حاجه براحتك، فانا بجيب كيلو ونص جبنه قريش كده زي ما انتم شايفين اهي، وكيلو الجبنه القريش ب 100 جنيه. تمام. اللبن ب 40 جنيه كيلو، جايبه 2 كيلو لبن والكيلو ب 40 جنيه. كرتونه البيض ب 120 جنيه. كرتونه البيض بقى دي تعملي مثلا شكشوكه، تعملي عجه، تعملي كيكه، تعملي بسكوت للفطار، فالبيض ده معانا في كل حاجه. تمام كده. تمام. طيب عندنا كمان سلطه. السلطه دي بعملها حشوه للجلاش، سلطه جبن بعملها حشوه للجلاش، وربع كيلو ب 40 جنيه. عندي هنا جبنه موزاريلا. عندي جبنه موزاريلا طبعا دي بتكفيني الشهر كله، فالجبنه الموزاريلا دي ب 160 جنيه. باخد منها مكرونه لصواني لاي حاجه، بيتزا بتنفعني. تمام. جايبه كمان ب 30 جنيه طحينه، هي مش زي اللي بنعملها في البيت، بس ايه يعني اوفر ما انا اعملها، مش اللي انا بعملها اوفر، لا. طيب علبه القشطه دي عشان هعمل مكرونه بالبشاميل، ودي قشطه مبستره يعني مش اللي هي قشطه الواحده ب 16 جنيه عشان القشطه التانيه غاليه. جايبه بقى بلاص عسل اسمر يستاهل بقك بقى، شويه عسل على شويه طحينه، فطرتي بيضايه مع حته جبنه، فطرتي سندوتش من السلطه ده، فطرتي عملتي كيكه، عملتي بيتزا، فان شاء الله الدنيا تمشي باذن الله رب العالمين. هنا انا جايبه الزبده دي جايباها ب 135، دي كده موزونه ب 135 عشان برضو بسكوتات اي اكل زي ما انت عايزه. طيب ايه اللي جاب الفطار للحمه؟ بس عشان انا جايبه حاجات بسيطه. انا جايبه كيلو البانيه، وكيلو البانيه ب 160 جنيه. جايبه 2 كيلو بانيه بس، يعني مش جايبه غير الحاجه دي، لما اعوز وربنا ييسر الحال اجيب خلاص. فانا جايبه 2 كيلو بانيه، وجايبه كيلو ونص لحمه مفرومه، وكيلو اللحمه المفرومه ب 190 جنيه، مش البلدي دي المستورده. وعشان دي مش البلدي بجيب حته ليا وافرمها عليها، بتنفع في حواوشي، في كفته، في كل حاجه. دول بقى ب 2 ربع كيلو سجق بس ب 42 جنيه. خلاص. تمام. يبقى احنا عرفنا اللحمه بايه، واللي مش عايز ومش عاجبه اللي هي المجمده احنا بناكلها الحمد لله وراضيين بيها. تمام. طبعا ما نسيش توته هانم، وده ب 160 جنيه. التوته بتقعد شهر، ده بيقعد شهر التوته. فكده حاجات عندنا بتاعه الفطار. يلا بقى نخش على التموين. دخلنا بقى على حاجه التموين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بنعمل كده اول الشهر؟ عشان ممكن تصرفي الفلوس وما تجيبيش حاجه، زي اللي حبيبه قلبي اللي سالتني في البث امشي البيت ازاي ام كريم. لو بتقبضي في الاسبوع هاتي حاجتك بالاسبوع، بالشهر هاتي حاجتك بالشهر، باليوم هتجيبي حاجه كل يوم حاجه، وربنا يرزق الجميع يا رب. طيب عشان انا بقبض في الشهر فبعمل معاكم ايه الميزانيه دي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. شكاره رز ودي بتكفينا وممكن نعوز وممكن تزيد، فبين الزياده والعجز يعني كده فبجيب شكاره. والله بجيب اللي هي الباكيته فيها 10 اكياس ب 245 شكاره الرز او الباكيته الرز. باكل شاي بقى ب 10 جنيه، جبت 4 ب 40 جنيه، يعني زي ما تجيبي. ما بتشربي الشاي مش هتجيبي، بتشربي قليل هتجيبي 2 أو 1، فانا جبت 4 ب 40 جنيه. اما السكر بصراحه انا ما بجيبش سكر غير من التومين، ولو احتجت بجيب كيس ب 30 جنيه، فالسكر ب 30 بس ده انا مش شارياه. خلاص كده. تمام. اما المكرونه بقى فانا عندي 12 13 15 كيس مكرونه ب 240 جنيه، كيس ب 15 جنيه. الكيس المكرونه اهو ب 15 جنيه. شوفي بقى انت عايزه الكميه واحسبيها على الكم. محتاجه ايه؟ لسان عصفور شعريه، انا اللي كنت محتاجاهم دول وجبتهم. فالكيس ب 15 تحسبي على ايه؟ على الكم اللي انت جايباه. يا اما لو انتوا مثلا سلايف جيران محبوبين كده بتجيبوا مع بعض، جيبوا كرتونه وقسموه. طيب ازازه الخل ديت بكام؟ الخل دي ب 16 جنيه. الخل ب 16 جنيه. عندنا العدس الاصفر ب 48 جنيه. العدس الاصفر ده بقى والشتاء، وده يعني راعي الشتاء
هو كرنب بصراحه، ب 48 جنيه، ودول ب 10 جنيه بابريكا. بجيب بقى ايه فلفل اسود، توم، شهر وشهر، يعني انا جبت الشهر اللي فات ما جبتش الشهر ده، خلاص كده تمام. وكمون برضو نفس الحكايه، بس خلصت البابريكا جبت بابريكا. طيب اما بقى الايه بسم الله الرحمن الرحيم، الصلصه ب 16 جنيه. الصلصه ب 16، ثانيه واحده هشوفها لكم برضو، ب 25 جنيه، دي ب 25، والاثنين ب 50. تمام تمام، دول ب 10 جنيه. قمح هتعمليه بليله، هتعمليه اسمها ايه دي العاشوره. احنا في الشتاء بقى والحاجات دي ايه بنحبها طبعا. اكياس الملح دي طبعا الكيس ده تقريبا ب 3 جنيه، فانا بجيب الملح ده لايه، اغسل بس الفراخ، اغسل البانيه، الحاجات دي. لكن اساسا احنا بنستخدم ملح هيمالايا، وده ب 35 جنيه او 37 جنيه حاجه زي كده الكيس ده، وبيقعد فتره كبيره عشان انا طبعا بغسل الحاجه او بخلل بيبقى بالملح ده. طيب معانا ايه تاني؟ فيجيتار او عدس بجبه. عدس بجبه ب 40 جنيه الكيلو، ب 40. ده نص، انا جايبه نص عشان عندي نص، فجبت نص بس. الترمس بقى ولادي عايزين بقى يقعدوا ويتسلوا بالليل والكلام ده، نص الترمس ب 20 جنيه. يعني هتسلي ولادك كام يوم؟ ده بيبقى امال وحله ب 20 جنيه. اما الايه التاني، بسم الله الرحمن الرحيم، جبنا ايه؟ حمص الشام ب 25 جنيه. تقعدي بقى تتدفوا ب 25 جنيه يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو فيجيتار بقى، جبت كيلو فيجيتار ب 25 جنيه اهو. كيلو فيجيتار، ما تنسيش الفيجيتار، ماشيين كده صح؟ تمام تمام. ودي دوت بكام؟ بحوالي 27 جنيه 28 جنيه دوت. والشيء لزوم الشيء، يعني بدل هجيب دي يبقى لازم اجيب بيكنج باودر، خميره، اجيب فانيليا، هتعملي كيكه، هتعملي بيتزا، هتعملي فطائر، فلازم الدي ده معاكي، ينفع في الفطار وينفع في العشاء. اما علبه السمنه ديت ميكس جولد ب 240 جنيه، بتقضيني الشهر كله. الزيت بقى في عندك بيبدا من 55 وانت طالعه، يعني 65 75، وده طبعا انا بجيبه من التومير وما بشتريش برضو زيت. فاحنا كده كل الحاجات حسبناها وقلناها. نخش بقى ايه على ادوات النظافه، يلا بينا. ادوات النظافه طبعا ايه، ما نستغناش طبعا عن الاوكسي الغسيل ده لغسيل الغوامق، وده الفواتح، جايبه 5 و5 دي 100 جنيه حسب ما انت عايزه بقى. انا كنت زمان بجيب قاروره صابون، طبعا انتوا عارفين، كنت اجيب قاروره صابون واحط عليها، اجيب واحد من ده ب 40 جنيه الازازه، واروح جايبه كمان اللي هو فيه ريحه اسمه دوني، واجيب الدوني واحط قاروره الصابون على الدوني على الكلوريكس، واعمل كميه جميله قوي. اصبحت القاروره دي مش موجوده، ولو موجوده بتبقى مش اللي هي اللي انا كنت بجيبها الاول، يعني اتغشت. فخلاص انا بجيب ده، يعني ده ممكن يكفيني غوامق مرتين في الغساله غوامق. اما لو انا بغسل ابيض باخد واحد من ده كله، وممكن احط نص كمان من ده اهو. خلاص طيب ده مكتوب عليه سعره، يعني ده ب 10 وده ب 10 وده ب 10. هنا بقى ده انا ملياه ب 30، ملياه صابون مواعين. مديني من انهي؟ مديني من الاصفر، بصوا اهو. وده ب 35 علشان يعني 35 و30 65. اجيب بيهم جيركن من التاني، ولا التاني بحاجه و80؟ مش فاكره التاني في انواع بقى. المهم ايه، 65 جنيه جيركنين صابون يكفونا ويغرقونا يعني، عشان خفيف فبيخلصوا. طيب ايه تاني يا ام كريم؟ عندي صابون وش طبعا، عندي دي ب 20 جنيه، ودي ب 10 جنيه، ودي ب 15 جنيه، صح كده يا حبيبه؟ صح، عشان حبيبه كاتبه لي الاسعار. فانا بجيب 4، يعني لو فاض منهم بنقص في الشهر اللي بعده، لو ما فاضش يبقى خلاص. عندي دي الاثنين ب 15 جنيه، السلك اللي هو الستانلس ده بنعمل بيه الاطباق وكل حاجه. اما ده بنعمل بيه السيراميك، فانا جايبه ب 10 جنيه، دول ب 10 جنيه، ودول ب 15 جنيه. تمام تمام. طيب ايه تاني؟ فريده اللي ما بستغناش عنها، وكل شهر بجيب ريحه شكل اسمها شيكادي حلوه برضه شيكادي دي. وجايبه ايه تاني يا ام كريم؟ ب 55، دي ب 55. ده بقى ده عشان اللزوم الحمام.
ديتول ال3 رتل دول ب 15 جنيه وبيخلوا الحمام ريحته ايه ما اقولكيش. ديتول فظيع. وديت بكام المناديل انت كاتبالي ديت ب 30 جنيه. دي تقعد معايا الشهر كله. يعني بصوا بتاعت الشهر اللي فات اهي، بتاعت الشهر اللي فات فيها اهي، تمام. فجبت دي ب 30 جنيه بتكفي شهر وبتفيد كمان زي ما شفتوا كده. عندي مناديل زينه السحب دول ب 75 جنيه. دول ب 75 جنيه. دول ما في الشتاء مش بيكفوني الشهر، هجيب واحده تانية لو في الشتاء. تمام تمام. انا لسه جايبه 3 من اسبوع، خلاص التالتة خلصت، التالتة يعني اتفتحت. ربنا يشفي كل مريض يا رب. فخلاص كده قلنا كل الاسعار. طيب هجمع كل اللي انا جايباه وبعدين هنرجع نشوف ايه جبنا ايه كل الحاجه. قلنا اسعار كل حاجه وجبنا كل حاجه لوحديها علشان برضو يبقى ايه احنا فاهمين هنجيب ايه ومش هنجيب ايه. ممكن الحاجه اللي تنفعني لا ما تنفعكيش تستبدليها بحاجه تانية. فانتي لازم ورقه وقلم، لازم الميزانيه بتاعتك او الشهريه بتاعتك تعمليها بالورقه والقلم. وقبل اي حاجه نطلع حاجه منها لله. طبعا زي ما احنا عارفين كل شهر بنطلع حاجه لله. عايزه تطلعيها بقى فلوس، عايزه تطلعيها تجمعي شنطه وتطلعيها من الحاجات اللي انت جايباها. اهم حاجه ان احنا نطلع حاجه، تمام، عشان حاجه ربنا يبارك فيها وتفضل معانا وقت كتير. تمام كده تمام كده. حسبنا كل حاجه لوحدها، قلت لكم اسعارها. طيب نشوف بقى التوتال بتاعها كام. كل حاجه في الشهر معانا. انا ممكن اعوز اوكسيتين. يعني الحاجات اللي هقول لكم عليها انا هعوز ب 100 جنيه اوكسيتين، يعني عشان ال10 دول مش بينفعوني خالص، فعشان اكون صريحه معاكم. طيب الحاجه اللي انا قلتها معاكم ب 2675. 2675 تمام. ده غير خضار طبعا. انا ايه كتروا شويه عشان جبت 2 كيلو بانيه وكيلو ونص لحمه مفرومه. فمبدئيا انا قلت اجيبهم، ممكن ايه نعمل حاجه بيهم قريب وكده. فانا قلت اجيبهم. طبعا انت ايه براحتك، عايزه تجيبي بقى فراخ ان شاء الله باذن الله اعمل لكم ميزانيه تانية، اجيب لكم فراخ ونقطعها سوا ونعمل الجوانح لوحدها والصدور لوحدها ونشوف هنطلع من 3 فرخات باذن الله كام وجبه. طبعا مش هنحط جناحين في طبق ونقول ايه اصل دول هينفعوا وجبه. احنا مش عايزين نضحك على بعض، عشان بشوف حاجات جميله قوي قوي قوي. الله يصلح حالهم ويسعدهم يا رب اللي هم بتوع الميزانيات، الله يسعدهم ويصلح حالهم. يعني مثلا اجيب 3 فرخات واقسمهم على 30 يوم. طب قولي لي ازاي؟ يعني حتى لو انا هقسم الفرخه 8 واحنا 4، ها يبقى انا هتقضيني الفرخه يومين، والصدور فرخه تقضيني مثلا يوم او يومين. مش هتقضيني ابدا يومين. فلازم نكون واقعيين يا جماعه، والله العظيم لازم يبقى في كمان امانه. يعني احنا لازم يبقى عندنا امانه اللي نوصلها ليه. انا ممكن راجل هو ومراته يكونوا بيشوفوا الفيديو فيقول لها شفتي بتعمل ايه، فتجيبوا للناس المشاكل. شفتي 3 فرخات بتقضيها شرب اهي ما حاطه ايه. فاحنا عايزين نوصل الموضوع بامانه. الله يسعدكم ويبارك لكم في ارزاقكم، اللهم امين يا رب العالمين. وان شاء الله باذن الله نشوف لما نجيب ال3 فرخات هنقسمهم واقعيين وتبقى ميزانيه واقعيه ان شاء الله بكام. واحنا زي ما قلت لكم 2675 اللي انا قلت كل الحاجات اللي انا جايباها تم بيتك خير ويفضل الخير طول الشهر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على النبي طبعا. وطبعا طلعي حاجه لله زي ما بدات بالصلاه على النبي. أهلا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رسول الله، السلام عليكم.